بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم جريد 5 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع بعض النهارده هنكمل كونسبت 1. مع بعض النهارده هنكمل ليسون 1 وليسون 2 مع بعض. يلا بينا. عندنا protecting ecosystem و energy flow body model، يعني بيقول ازاي احمي واحافظ على الايكو سيستم والنظام البيئي، وازاي هيتنقل الطاقة بين الكائنات الحية. يلا بينا نشوف بقى. احنا شفنا انتقال الطاقة بس خلال الانيمالز اللي موجودة اون لاند على الارض. تعالوا بقى نشوف اندر ووتر ايه اللي بيحصل، مين بياكل مين. عندنا الالجي دي تعتبر البلانت اللي موجود في السي. الالجي دي اللي هي المفروض بروديوسرز، صح؟ يبقى algae produce their own food، يقدر يصنع غذائه بنفسه وبالتالي هو بروديوسر. طب مين بياكل الالجي؟ يقول زو بلانكتون and sea urchin and claim. يبقى مين بياكل الالجي؟ الزو بلانكتون، السي ارشن والكليم. الثري دول الثري انيمالز دول هم اللي بياكلوا الالجي. يبقى السي ارشن، الزو بلانكتون والكليم دول بياكلوا الالجي. تمام، يعني بيحصلوا على الطاقة من البروديوسر اللي هو اسمه الجي. وبعدين بيقول the sea star feeds on. يعني ايه feed on؟ يعني بيتغذى على الكليم، يعني بيجيب الطاقة من الكليم. يبقى الأول تاني الألجي، مين بياكل الألجي؟ الزو بلانكتون اللي هي الحشرات الصغيرة دي، والسي ارشن اللي هي دي، ومين كمان؟ والكليم. يبقى الألجي اللي بياكلها 3 انيمالز، عند الزو بلانكتون والسي ارشن والكليم. طب مين بياكل الكليم؟ مين بيحصل على الطاقة من الكليم؟ عندي السي ستار اللي هي نجم البحر. تمام. وايه كمان؟ يقول الكرال. فين الكرال؟ اهو الكرال اهو. الكرال feeds on the zooplankton. يبقى فين الزوبلانكتون؟ تعالى نشوفه. الزوبلانكتون اهو. هو الزوبلانكتون بياكل بياكل الالجي، يعني بيحصل على الانرجي بتاعته من البروديوسرز. جميل، ده الزوبلانكتون. طب مين بقى بيحصل على الطاقة من الزوبلانكتون؟ مين اللي بياكل الزوبلانكتون؟ الكورال. يبقى كورال feed on زوبلانكتون. يبقى احنا قلنا السي ستار eat السي ستار بتاكل feed on claim. طب الكورال feed on زوبلانكتون. يبقى الكورال feed on زوبلانكتون. جميل. وبعدين بيقول باترفلاي فيش. ده هو في باترفلاي موجودة في المية؟ لا، هي عشان لونها جميل وشكلها حلو زي الفراشة فبنقول عليها باترفلاي فيش. باترفلاي فيش feed on بتاكل بتاكل الكورال. والتايجر فيش، ده هو في تايجر كمان جوه البحر؟ لا، هي عشان شكل اللون التايجر فبنسميها تايجر فيش. تايجر فيش كمان بتاكل الكورال. يبقى الكورال مين بياكلها؟ الباترفلاي فيش والتايجر فيش. ومين كمان؟ البارت فيش. البارت فيش بتاكل الكورال. يبقى مين بياكل كورال؟ عندي 3 انيمالز بتاكل الكورال. مين هما؟ الباترفلاي فيش والتايجر فيش البارت فيش. دول التلاتة دول بياكلوا الكورال، يعني التلاتة دول بيحصلوا على الطاقة من الكورال. جميل. يبقى butterfly fish and tiger feeds on coral. feed on coral. parrot fish feeds on coral and sea ocean. بص بقى بيقولك هنا، خد بالك هنا عندك البارت فيش دي بتتغذى على بتتغذى على الكورال، صح؟ وحاجة كمان هي السي اوشن. يبقى الباترفلاي فيش اند تايجر فيش، الباترفلاي فيش والتايجر فيش فيد اون كورال. طب والبارت فيش فيد اون سي اوشن، بتاكل السي اوشن وبتاكل الكورال. تمام، اتفقنا كده؟ جميل. قول ذا شارك فيدز اون. الشارك بقى، الشارك الكبير ده ملوش نفس ياكل يعني ولا لا طبعا بياكل الشارك فيد اون ذا سي ستار، بياكل السي ستار.
and the 3 different fish. يعني ايه 3 different fish؟ يعني الباترفلاي فيش والتايجر فيش والباوت فيش. يبقى تعالوا تاني نستعيد كده الكلام اللي احنا قلناه. هنا عندي احنا قلنا نستارت بالايه؟ بالبروديوسرز اللي هي الالجي، وقلنا ان الالجي بيتغذى عليها 3 animals هما الزو بلانكتون، السي ارشن، والكليم. بعد كده قلنا ان السي ستار feed on كليم، والكريل feed on زو بلانكتون. جينا وفكرنا مين بياكل السي ستار؟ لقينا ان الشارك بياكل السي ستار. جميل. طب والكريل مين بيتغذى على الكريل؟ مين بيحصل على الطاقة من الكريل؟ لقينا ان هما 3 فيشز. هما مين؟ الباترفلاي فيش بتاكل الكريل feed on كريل، عندي التايجر فيش feed on كريل، الباروت فيش feed on كريل. وكمان حطينا بوينت عند الباروت فيش وقلنا ان الباروت فيش مش بس بتستغل الكورال وبتاكله، لا دي بتاكل كمان السي ارشن. يعني الباروت فيش بتحصل على الطاقة من حاجتين، الكورال والسي ارشن. اتفقنا؟ جميل. طب الشارك الكبيرة دي بتاكل مين؟ بتاكل 4 حاجات، بتاكل السي ستار زي ما لسه قايلين من شوية، وبتاكل الباترفلاي فيش، وبتاكل التايجر فيش، وبتاكل الباروت فيش. يعني اللي بيجي قصادها ما بتسووش وبتاكله. تمام؟ يبقى كده احنا شفنا ازاي الانرجي فلو كمان اندر ووتر. تعالى نحاول نحل كده الاكسرسايز اللي قدامنا. بيقول ايه؟ قول the dots produce their own food. مين اللي بيعمل produce للأون فود؟ البلانت. فين البلانت هنا في البيكتشر دي؟ عندي مين؟ الالجي. يبقى في السبيس دي هكتب algae. The dots and the shrimp feed. The dots and the shrimp feed on the algae. الشريمب ده بياكل الالجي. The dots and shrimp. مين اللي بياكل مع الشريمب الالجي؟ مين اللي بياكل مع الجمبري الالجي؟ الزو بلانكتون. لو لاحظنا شراب بيحصل على الطاقه من الايه؟ من الالجي. مين كمان بيحصل على الطاقه من الالجي؟ هلاقيها ايه؟ الزو بلانكتون. السهم اللي موجود ما بين الالجي والشريمب او الالجي والزو بلانكتون هلاقي السهم عامل كده. السهم ده معناه ان الطاقة بتتنقل من الالجي للزو بلانكتون. السهم ده كده معناه ان الانرجي او الطاقة بتتنقل من الالجي للشرامب لما الشرامب يتغذى على الالجي او لما الزو بلانكتون يتغذى على الالجي. يبقى في السبيس نمبر 2 دي هكتب ايه؟ الزو بلانكتون. نمبر 3 بيقول the dots feeds on the zooplanktons. مين اللي بيتغذى على الزوبلانكتونز؟ هلاقي السهم طالع من عند الزوبلانكتونز رايح للكراب. ده معناه ان الكراب تغذى على الزوبلانكتون وحصل عليه من الطاقة. يبقى الكراب the crab feeds on the zooplankton. the small fish and the big fish. فين السمول فيش والبيج فيش؟ اهي السمول فيش والبيج فيش اهي. مالها؟ and the big fish feed on the dots. السمول فيش والبيج فيش بياكلوا ايه؟ بيتغذوا على ايه؟ هما الاتنين بيتغذوا على ايه؟ تعالوا نشوف، نشيل الماركرز دي ونبص. هنلاقي فيه سهم طالع كده والسهم ده. ايه السهمين دول؟ في سهم كده وفي سهم كده. ايه الاروز دي؟ بيقول السهم الاولاني الشريمب بيتغذى على مين اللي بياكلوه؟ السمول فيشز بيتغذوا على الشريمب، بدليل ان الطاقه اتنقلت من الشريمب للايه؟ للسمول فيشز. وكمان في سهم طالع من الشريمب طالع للبيج فيش، للسمكه الكبيره. ده معناه ان الطاقه بتتنقل من الشريمب للايه؟ للبيج فيش. طب الطاقه بتتنقل من الشريمب للسمول فيش والبيج فيش ازاي؟ لما السمول فيش والبيج فيش بيتغذوا عليه الطاقه بتتنقل من الشريمب للفيش دي. تمام؟ يبقى the small fish and the big fish feed on the shrimp. آخر حاجة عندي بيقول إيه؟ the dots feeds on crab. مين اللي بيتغذى على الكراب؟ هلاقي عند الكراب في arrow رايحة للشارك. دي معناها إيه؟ إن الشارك حصل على الطاقة من الكراب. ده معناه إن الشارك تغذى على الكراب. يبقى the shark feeds on crab, small fishes and the big fish. كده نكون خلصنا الإكسرسايز ده. The sun produce energy. صح فعلا الصن بتدينا energy. اسمها ايه؟ سامعاكوا بتقولوا light energy. برافو. اول لما بتوصل للبلانت بتتحول لايه؟ convert into ايه؟ ايوه chemical energy. برافو. that the plant take
then the energy transfer to consumers that when they did the consumers decomposers convert them into simple substance and returned the energy back to the soil. السطرين دول لخصوا كل حاجة اتكلمنا فيهم في الايه في الكونسبت 2 وكمان اتكلمنا فيها في كونسبت 3. All the sun produce energy. الصن بتدينا طاقة على شكل light energy أو لما بتوصل للبلانت بتعمل convert to بتتحول لإيه لchemical energy. أول لما الكونسيومرز بيتغذوا على البلانت بيحصلوا على الطاقة وهكذا بتمشي للتشين. صح ولا لأ؟ وكمان لما الكونسيومرز دول بيموتوا the decomposers المحللين بيحولوا convert them into simple substance بيحولها لمواد بسيطة وبيرجعها تاني للتربة and return the energy back to the soil وبيرجع الطاقة دي تاني للتربة. صح ولا لأ؟ وبيرجع النيوترنس المواد الغذائية دي تاني للتربة والتربة دي السويل دي يرجع تاني نروح زارعين فيها نبات وهكذا. هي سايكل مقفولة. يقول when predator feeds on a prey لما البريديتورز المفترسين بيتغذوا على الفريسة it gain energy أكيد بيحصلوا على الطاقة so the energy transfers from the prey to predator يعني الطاقة بتتنقل من الفريسة للمفترس. صح كده؟ تمام. يقول حاجة في غاية الأهمية لازم تاخد بالك منها علشان احنا كده ايه زي ما تقول بنثبت رجلينا على أرض ايه صلبة. لازم تاخد بالك من كل حاجة بسيطة من التفاصيل الصغيرة. All the energy in the overall system remains as the same يعني بيقول الطاقة بتفضل زي ما هي في السيستم ولا بتضيع ولا بتفقد. لا الطاقة زي ما هي. صح احنا اخدنا الانرجي النيوترانس ومن السويل واستخدمناها عشان النبات يكبر بعد كده الانيمال اخدها وبعد كده وهكذا الانيمال مات بعدين الديكومبوزرز حللته ورجعته تاني للسويل. يعني مفيش حاجة اسمها انرجي بتفقد لوز لا الانرجي مستمرة. تمام يبقى الانرجي in the overall system في كل السيستم remains as the same يعني تفضل زي ما هي. ازاي؟ فهمني اكتر. بيقول 10% only of this energy transfer between living organisms when an organism feeds on the other يعني بيقول 10% بس بتتنقل من الطاقة لما الحيوانات بيتغذوا على على الحيوانات الأخرى. يبقى 10% only of this energy transfer between living organisms يعني 10% بس من الطاقة بتتنقل خلال الحيوانات لما بياكلوا بعض. when an organism feed on the other لما الكائنات الحية تتغذى على بعضها. 90% of this energy is left to the decomposers which return this energy back to the soil. يعني بيقول يعني بيقول 90% يعني 90% من الطاقة الديكومبوزرز بيرجعها تاني للأرض. يعني عايز يفهمني لما المايس اكل البلانت اخد منه انرجي 10% والسناك لما اكل المايس اخد من المايس الانرجي 10% وهكذا. طب يجي في الاخر الانيمال يموت الديكومبوزرز بتاخد كل تقريبا النيوترنس والانرجي اللي جواه بنسبة 90% نسبة 90% return back بترجعها to the soil للتربة. ده معناها ان تقريبا اغلب الفايدة بترجع تاني للتربة وبالتالي احنا دايما في stable environment في stable ecosystem والانرجي don't lose مش بتفقد. قول what would happen هيحصل لو rabbits if the grass were removed
to the ايه هيحصل ايه to the rabbits if all the grass were removed from the previous food web. تخيل كده الفود ويب اللي هو يكون عايش فيها الرابت، الجراس تكون مش موجودة، تختفي. ايه هي الجراس دي؟ الاعشاب تختفي، ما تكونش موجودة، ريموف، كأننا شلناها خالص من الايكو سيستم ده. تخيل الرابت ده هيعرف يعيش حياة سليمة؟ هيعرف يعيش اصلا؟ لا. طب والبعديه بعد الرابت، يعني مثلا السناك كان بيعتمد ان الرابت موجود وبيعيش وبياكل فهو بياكله. طب الرابت ما بقاش يلاقي اكل ياكله، فبالتالي السناك مش هيلاقيه ياكله. ليه؟ الرابت ده هيبدا يتصرف، يقول لك ايه، يلا بينا نجري ندور على ايكو سيستم تاني نلاقي فيه جراس، نلاقي فيه نباتات اقدر اكلها واتغذى عليها عشان اقدر اعيش، صح ولا لا؟ ايه السبب بقى؟ هنرد عليه نقول له ايه اللي هيحصل لما الرابت يلاقي ان الجراس اختفى من الايكو سيستم اللي هو عايش فيه. rabbits would not find any type of food. إن الرابت مش هيلاقي أي نوع من الأكل. So they would die. للأسف الرابت هيموت. die يموت. نقول طب example تاني، تعالى نشوف حاجة تانية. To the eagle if all the grass were removed from the previous food web. يعني ايه؟ تخيل كده الايجلز هيحصل لهم ايه لو النباتات انتهت، لو النباتات ما بقتش موجودة. قول at first في الأول the eagles would not be affected. الإيجل مش هيتأثر. ليه؟ احنا قلنا أصلا إن الإيجل ما بياكلش بلانت، بياكل إيه؟ بياكل هوك، بياكل animals، بياكل small animals، بياكل مايس، ياكل سناك، ياكل رابت. أوبا، ياكل إيه؟ ياكل رابت. طب احنا قلنا أصلا لما الجراس هتختفي الرابت will die، هيموت. طب ما الايجل كده مش هيلاقي نوع من انواع الغذاء اللي كان بيلاقيها في الايكو سيستم، يبقى الايجل هيتأثر ولا لا؟ هيتأثر بطريقة مباشرة ولا طريقة غير مباشرة؟ بطريقة غير مباشرة. هتقولي يعني ايه بطريقة غير مباشرة؟ هقولك يعني الايجل بطريقة مباشرة مش بياكل النبات، بس بياكل الانيمال اللي كان واكل نبات، فبالتالي برضو بيتأثر. يبقى at first the eagle would not be affected، مش هيتأثر. but when the rabbits die، لما الرابتس هتموت the eagles would have less food، غذاؤه هيقل، في نوع من انواع الغذاء اللي كان بياكله ما بقاش موجود، وبالتالي هيتأثر وحياته هتتعرض للخطر هو كمان. كده نكون خلصنا lesson 1 و lesson 2. يا رب يكون سهل عليكم وبسيط. لو محتاجين اي حاجة قولوا اكتبولي في الكومنتات، وباي باي.